إن اللغة العربية من الدين. قال ابن تيمية: معلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية. وقال أيضا: إن اللغة العربية من الدين ومعرفته فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض. دليله أن الفهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا باللغة العربية، وما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب به لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالعبادة أيضا من صلاة ودعاء وتلاوة للقرآن وكثير من شعائر الإسلام لا تؤدى ولا يتم فهمها وتدبرها إلا باللغة العربية. ولم يجزئ أحد من الأئمة مطلقا أن تؤدى الصلاة بغير العربية، والصلاة فرض عين. معرفتها تحمي من الوقوع في الشبه والبدع. قال الشافعي: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس. وقال أيضا: لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفوقها، ومن علمها انتفت عنه الشبه ومن علمها انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانه. وقال السيوطي: وقد وجدت السلف قبل الشافعي أشاروا إلى ما أشار إليه من أن سبب الابتداع الجهل بلسان العرب. وقال الحسن البصري في المبتدعة: أهلكتهم العجمة. معرفة اللغة العربية سبب من أسباب التيسير، كما قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون، كما قال ابن تيمية: قوتها سبب لعز الإسلام والمسلمين. قال مصطفى صادق الرفعي: ما زلت لغة شعب إلا ذل، ما ذلت لغة شعب إلا ذل، ولا انحط إلا كان أمره في ذهاب وإدبار، ولا انحطت إلا كان أمره في ذهاب وإدبار. ومن هذا يفرض الأجنبي المستعمر لغته فرضا على الأمة المستعمرة. اللغة العربية من أقوى الروابط بين المسلمين، والأمم تحرص على تعليم لغاتها لتقرب المتعلمين إليها. فالمشابهة في الظاهر، ومنه اللغة تورث المشابهة في الباطن، ومنه قضايا الثقافة والعقائد.